السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن احمد، وفي الفيديو ده هقول لكم كل حاجة عن امتحان القبول. طيب زي ما انت شايف كده الفيديو طويل شوية عشان فيه تفاصيل كتير، لكن محتاج تركيزك في كل جزء منه، فممكن تجيب ورقة وقلم ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ حابب افكركم ان انا اتخرجت السنة اللي فاتت، يعني اختبار القبول بتاعنا كان من 4 سنوات تقريبا. هو يعتبر ما اختلفش كتير من ساعتها، لكن في كتب وملازم جديدة ظهرت طبعا. وعشان عايز الفيديو ده يكون اب تو ديت استعنت بزمايلكم في جريد 10 وجريد 11. عشان لو فاكرين في اول حلقة خالص قلت اني مش عايز الفيديوهات تكون عبارة عن رأيي الشخصي بس، فعملت ستوري على الفيس والانستا وتابعوني هناك بالمناسبة، وسألت الناس عن اكتر حاجة ساعدتهم في الدخول، وجمعت الحاجات دي اللي رشحها اكتر من 90 واحد معظمهم ما يعرفوش بعض ومن محافظات مختلفة، عشان نقدر نثق في المعلومات دي. بالمناسبة تحية من كل قلبي لكل الناس دي، ربنا يكرمهم بجد، محدش فيهم متأخر على المساعدة. وبسببهم انتوا معاكم خبرة اكتر من 90 واحد دخل ستيم مجمعة في مكان واحد، وبعد ما كل واحد فيهم قال هو ذاكر من فين اخدت الحاجات دي وفرستهم ورتبتهم. وعشان الماتيريالز ما تبقاش كتيرة عليكم فتكسلوا، خليت الموضوع مستويات وحطيت لكم كذا خطة للمذاكرة عشان كذا حد سأل عليها الفيديو اللي فات. بعد المقدمة الطويلة دي يلا نبدأ. زي كل مرة هنقسم محتوى الفيديو على أجزاء. أول جزء هنتعرف إيه هو امتحان القبول، إيه هي المواد الموجودة فيه، وفين بنمتحن وإمتى بنمتحن، وعدد الأسئلة وليه بتمتحن أصلا. تاني جزء هيكون عن الكورسات وليه أنت مش محتاجها أصلا لأن كذا حد سأل عليها. تالت جزء هيكون عبارة عن الماتيريالز وإزاي تقسم وقتك وتذاكرها، وخطط المذاكرة اعتمادا على فاضلك قد إيه وقت قبل الامتحان. والجزء الأخير إن شاء الله هنتكلم فيه عن تيبس اند تريكس، او العربي كده تكات، يعني هتفيدك سواء في المذاكرة او في الامتحان. وفي الاخر خالص كده هنجاوب على اسئلتكم على الفيديو اللي فات. فلو عندكم اي اسئلة عايزين نجاوبها الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله اكتبوها في الكومنتات. ويلا نبدأ باول جزء. اول سؤال جه في دماغك هو ايه الامتحان ده وليه بامتحنه اصلا؟ اختبار القبول او امتحان القبول ده المكان اللي بيحدد مين يدخل ستيم ومين لا، من الناس اللي حققت الشروط طبعا، وبتمتحنه عشان ما ينفعش تالتة اعدادي تكون مقياس الدخول. ايوه، يعني ليه ما ينفعش تكون تالتة اعدادي مقياس الدخول؟ افهمك ثواني. انت عارف كام واحد مفروض يدخل ستيم كل سنة؟ يعني بتاع 2000 الى 2500 واحد. عارف كام واحد بيحقق الشروط كل سنة؟ كام يعني؟ 5000 مثلا؟ عشرات الالاف بتحقق الشروط كل سنة، ده غير طبعا لو عدلوا الشروط وزودوا عدد الناس اللي حققوا الشروط. اكيد تالتة اعدادي يعني مش هتكون مقياس الدخول، وكمان عشان تالتة اعدادي اصلا امتحاناتها بتكون مختلفة من محافظة للتانية، واحنا عايزين حاجة تكون موحدة على الجميع. طيب ايه المواد الموجودة فيه وطريقة الامتحان ايه وابدأ اتدرب امتى عليه؟ المواد بتكون كالتالي: علوم ورياضيات او ساينس وماس، وبيكون في انجلش وانتليجنس كوشن تيست اللي هو اختبار الذكاء او الاي كيو. يعني تبدأ تذاكر امتى دي ملهاش وقت محدد، بس بعد ما تكون اخدت اجازتك يعني وتحس نفسك ارتحت شوية ابدأ مذاكرة. طيب انا محتاج كورس يعني ولا لا؟ فاكر من شوية لما قلت لك ان عملت ستوري على الفيسبوك؟ ما عملتش الستوري دي لوحدها، عملت ستوري تاني سألت فيها الناس اللي اتقبلت هل الشخص محتاج كورس عشان يتقبل في المدرسة ولا لا. زي ما انت شايف كده حوالي 500 واحد جاوبوا يعني، وشكرا طبعا للناس دي كلها. 75% منهم بيقول لا انت مش محتاج الكورس ده، وربع الناس بتقول ايوه انت محتاج الكورس ده. بس انا بصراحة ما اقدرش ارشح لك اي حاجة انا معرفهاش، خصوصا لو كان فيها فلوس، والكورسات دي اغلبها اذا ما كانش كلها ما كانتش ظهرت على ايامنا، وفي ناس كتير دخلت واتاخد منها فلوس كتير وما استفادتش اي حاجة في الاخر. فانا هقول لك لا، انت مش محتاج اي كورسات ان شاء الله. طيب نفرض انا واحد ما بعرفش اقعد على حيلي وما بعرفش اذاكر ومحتاج حد يتابع معايا، في الحالة دي انا ممكن اقول لك اسم كورس بس هتجربه على مسؤوليتك الخاصة بقى. وبالمناسبة ده مش اعلان ليهم، بس عموما هو ملخصات وكانت تاني اكتر حاجة اتكررت بين زمايلك بعد كتاب الدليل. اسمه سفير التفوق، والملازم بتاعته موجودة في الدرايفات وكل الناس كانت بتحل منها سواء اخدت معاه في الكورس او لا. وانا شفت الفايلات دي شخصيا وهي فعلا مفيدة عشان فيها اسئلة من السنين اللي فاتت. فواحدة من الحاجات الاساسية اللي لازم تكون مراجعها قبل الامتحان هي ملخصات السفير. طيب تعالوا دلوقتي نشوف مادة بالترتيب، وبالمناسبة هسيب لكم لينكات كل الحاجات دي منظمة في الكومنتات او في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. اول حاجة لازم تخليها في دماغك انك محتاج تراجع المواد من رابعة ابتدائي لتالتة اعدادي، وده طبعا لو معاك وقت، لكن لو مش معاك وقت سكيب الحتة دي. وافضل مكان مجمع الملازم دي في مكان واحد هو موقع ملزمتي. الموقع فيه كل حاجة من رابعة ابتدائي لتالتة اعدادي، والملازم بتاعته سريعة وجميلة وما فيهاش زيادة وعك كتير، وهنعتمد عليه ان شاء الله
في العلوم والرياضيات. أول مادة نبدأ بيها هي الرياضيات والماث. معظم الناس أجمعت إن الأسئلة بتتكلم عن الدوائر والمحيطات والهندسة عموما، وخصوصا بتاعة تالتة إعدادي. أول كتاب معانا اسمه القوانين الذهبية، وده كتاب ملخص كل القوانين من الجبر والهندسة، من الأعداد العشرية للدوائر والمثلثات، وأجمل حاجة فيه إن كل مثال تحته الحل بتاعه. بالنسبة للماس فهو أفضل مكان من كتب تيمز، كتب جميلة جدا في أسئلة كتير متنوعة والأنسر كي موجودة. وفي برضه كتب تيمز للعربي على فكرة. طبعا أهم مكان اللي قلنا مش هننساه خالص هو موقع ملزمتي، والأهم من ده كله طبعا واللي اتكلمنا عليه في الأول خالص واللي هنذكرها مع كل واحدة وهي ملازم السفير. زي ما انت شايف كده أنا بحاول أبسط لك الموضوع وما حطلكش ماتيريالز كتير، عشان لو حطيت لك ماتيريالز كتير هتتوه ما بينهم ومش هتعرف تذاكر ايه. فبنبدأ الأول بالحاجات الأساسية اللي لازم تكون حللها، فإن شاء الله لما تخلص الحاجات الأساسية دي ممكن تشوف حاجات بعديها. الدرايفات واللينكات اللي هسيبها لكم إن شاء الله هيكون فيها أكتر من اللي احنا بنقوله ده، بس بعد ما تخلص الحاجات الأساسية ممكن تشوف الحاجات الزيادة دي. بالنسبة للعلوم فأنت محتاج حد يراجع لك على أجهزة الإنسان بالتحديد، من أهم الحاجات اللي بتجي في أي امتحان. وأحسن مكان هيعمل لك الحركة دي هو أيوة بالظبط كده موقع ملزمتي. طيب انت عايز حاجة مختلفة او صغيرة شوية على موقع ملزمتي، عندك ملفات تيم اسمه ستيم سيكرز شارحين فيه اجهزة الانسان للعربي واللغات. وطبعا ما ننساش نستخدم كتب تيمز للساينس او للعلوم. وفي كتاب جميل كده بس فيه شوية حاجات زيادة ممكن تشوفه في الاخر اسمه الامثل. اما بالنسبة للانجليش فانت اكتر حاجة مفروض تكون مذاكرها هي الجرامر والفوكابلري، وبيكون برضو في امتحان الانجليش باسج او قطعة عليها 10 اسئلة مفروض تقرا القطعة الاول بعدين تحلها. بالنسبة للجرامر والفوكاب فانت عندك قناة مستر محمد علي، وهو عامل بلاي ليست للفوكاب والجرامر، حل معاك نماذج من الامتحانات القديمة. وعندك فايلين 150 سؤال MCQ في الانجليش وبالحل بتاعهم كمان. بالنسبة للبسجات فانت اهم حاجة عندك الحل، لازم تحل كتير وتتدرب كتير على قدر ما تستطيع. وهحسب لك لينكات برضو ان شاء الله لشوية بسجات لازم تحلهم. ولو حابب برضو تراجع على المناهج القديمة فانت عندك موقع ملزمتي. وطبعا ما ننساش نحل فايلات سفير التفوق. بالنسبة للاي كيو اكتر حاجة طبعا اتكتبت هي الدليل الكامل، وده حرفيا لازم تمسك وتشربه كده عشان تدخل بيه الامتحان. طيب نفرض انت مش عارف الاي كيو ده بيتحل ازاي، عندك قناة دكتورة سناء ممكن تدخل عليها بتحل اي كيو بشكل جميل، وتمشي معاها في الاول هتعلمك ازاي تحل الاي كيو ده، بعد كده ممكن تحل لوحدك ان شاء الله في كتاب الدليل. وبصراحة كذا حد رشح كتب منسى بس كان عليها اختلاف شوية، في ناس كانت بتقول ان هي كانت اصعب من اللازم وناس بتقول كانت اسهل من اللازم. فانت عندك كتاب الدليل يعني لما تخلص ان شاء الله كده وبعدين تفضى خش على كتب منسى. طيب بالنسبة للموبايل ابس، لو انت بتكون على الموبايل كتير وحابب تتسلى شوية بأسئلة اي كيو، اكتر حاجة ترشحت هي بيست اي كيو تيست. طبعا ده لا يغني عن الدليل الكامل على فكرة، بس هو حاجة كده مثلا لو مش حابب تذاكر من كتاب او كده. وفي الاي كيو دايما بيجيب اشكال وانماط، عشان كده قلت لك قبل كده الامتحانات اللي فاتت هتعرفك ازاي تحل في الامتحانات الجديدة. وهسيب لك ان شاء الله شوية اسئلة من الامتحانات اللي فاتت، ده غير طبعا الاسئلة اللي موجودة داخل سفير التفوق. اخر حاجة في الاي كيو هي حاجة مهمة جدا خد بالك منها، وهي المفردات اللغوية. في كذا حد قال لي ان 10 اسئلة من ال40 سؤال بتوع الاي كيو جو منها، في مكان محدد بصراحة ممكن تذاكر منه. بس عندك قاموس الطالب وهسيب لك اللينكات بتاعته، وعندك كمان سفير التفوق جايب اسئلة عليها. واهم حاجة في الكلام ده طبعا ان انت ما تاخدش اي ردة فعل من اول كام امتحان ليك، سواء كانت بالسلب سواء كانت بالايجاب. يعني انت لو دخلت اول كام امتحان وجبت درجة حلوة فيه هتكسل وغالبا مش هتكمل الامتحانات، وعشان برضو لو جبت درجة وحشة هتحبط ومش هتكمل برضو. عشان كده خد وقتك خالص وبالراحة خالص ومعاك وقت طويل ان شاء الله تذاكر فيه. وحاول ما تشتتش نفسك بجروبات الراغبون الفترة الجاية دي، يعني ما تفضلش مستني تشوف كل حاجة بتنزل على الجروب. واكيد طبعا حاول ما تقارنش نفسك بالناس اللي بتحل على الجروب معاك، وفكك من الناس اللي بتجيب اسئلة تعجيزية وتبعتها على الجروب دي. طيب ازاي تنظم وقتك وتراجع وتحل؟ طيب في الاول خلينا نقسم الموضوع لثلاث مستويات. اول مستوى انت معاك اقل من اسبوع واحد على الامتحانات ومزنوق، اهدى شوية اتنفس، انت اللي عملت في نفسك كده بس بالراحة شوية الموضوع بسيط. هتبدأ بالحاجات الاساسية خالص وفكك من اي كلام زيادة. في الرياضيات مثلا هتراجع القوانين بسرعة وتركز على الدوائر والمثلثات من القوانين الذهبية. في العلوم هتراجع بسرعة على أجهزة الإنسان من ستيم سيكرز.
في الانجليش راجع شويه جرامر وفوكاب من مستر محمد علي، واهم حاجه تحل قطعتين او 3. في الاي كيو لازم تحل قد ما تقدر من كتاب الدليل، ولازم لازم لازم تعدي على كتب السفير وتشوف فيها ايه. طيب انت معاك اسبوعين بس على الامتحانات، انت كده يعتبر في السيف زون شويه. طبعا هتعمل كل اللي فات وهتزود عليهم حل اي كيو من دكتوره سناء، وهتراجع كل الانجليش مع مستر محمد علي، وهتحل كل القطع اللي تقدر عليها، وتحاول تخلص كتاب الدليل. طيب لو انت برنس بقى وقدامك اكتر من اسبوعين ولسه الامتحان وقته ما تحددش، طبعا انت لو شاطر هتراجع من ملزمتي كل السنوات اللي فاتت، وهتقدر برضو ان شاء الله تخلص كتاب الدليل، وهتحل كل ملازم السفير، وهتعمل حاجة زيادة وهي ان انت تدرب نفسك على استخدام الوقت في الحل. وفي كل الحالات اللي فاتت دي لازم 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 تشوف اسئلة السنين اللي فاتت، عشان لما تشوف حاجة زيها تكون متعود عليها. وان شاء الله طبعا الدرايفات دي هيكون فيها ماتيريالز اكتر من كده بكتير، بس زي ما قلت لك كده انا مش عايز اشتتك بالماتيريالز الكتير دي، فنخلص الحاجات الاساسيه الاول، بعد كده نشوف حاجه بعديها ان شاء الله. الاخير وهو التيبس اند تريكس بتاعت الامتحان. اول حاجه طبعا وهي ان انت ما تسهرش ليله الامتحان حتى لو ما ذاكرتش، اللي ذاكر بدري، وانت محتاج التركيز بتاعك ده لبكره ان شاء الله. تاني حاجه هي ان انت تكون عارف المكان اللي هيتحدد فيه الامتحان، وروح قبلها بوقت كفايه، وغالبا المكان ده بيكون مركز التطوير التكنولوجي التابع للاداره التعليميه بتاعتك. ثالث حاجة وهي ان انت دايما تتأكد ان معاك كل الاوراق المطلوبة لدخول الامتحان. رابع حاجة وهي ان انت تاخد معاك مية وسناكس او وجبة خفيفة كده عشان تفضل مركز في الامتحان. الامتحانات عادة بتكون من 2.5 ساعات ل3 ساعات، وبيكون في بريك دقائق كده ما بين كل امتحان والتاني. خامس حاجة وهي ان انت تاخد معاك مراية وانت رايح الامتحان، هتساعدك جدا في حل الاشكال والانماط. سادس حاجة وهي ان انت تاخد معاك ورق فول سكيب عشان لو عايز تكتب اي حاجة، وعشان في مسائل بيقولك طبق الاشكال التالية والكلام ده كله. سابع حاجة وهي ان انت تتأكد ان معاك كل الادوات بتاعتك، القلم والمسطرة والمنجلة واستيكة، والاهم من ده كله الآلة الحاسبة. تامن حاجة وهي عشان ما تتفاجئش، الامتحان بيكون على الكمبيوتر والسيستم ساعات بيوجع، فلو ده حصل معاك ما تتوترش، كل سنة بيحصل الموضوع ده. نادي على المشرف او المشرفة المسؤولين عن الاختبار وسجل عندهم العطل ده، وهتمتحن ان شاء الله الامتحان بتاعك سواء في نفس اليوم او ممكن يحددوا لك يوم بعديها. وخد بالك ان انت ممنوع تدخل الامتحان بالموبايل، ولو دخلت اكيد مش هتستخدمه طبعا. طيب تعالوا نجاوب على شوية من اسئلة الفيديو اللي فات. اول سؤال بيقول هل مسموح بالموبايل في المدرسة؟ اكيد طبعا مسموح بالموبايل في المدرسة، وده كله هنتعرف عليه في حلقة السكن ان شاء الله. السؤال بيقول هل تجربة ستيم فعلا تستحق كل ده ولا لا؟ الاجابة هي ان شاء الله بعد ما نخلص السلسلة هتحكم بنفسك اذا كانت تستحق ولا لا. ثالث سؤال هو على فيديو النسبة المرنة. السؤال بيقول لو انا جبت مجموع طب بشري وتنسيقي جابه برضه، هل ينفع ادخل صيدلة وما ادخلش طب بشري؟ اكيد طبعا ينفع، عشان زي ما قلنا الموضوع زيه زي عام بالظبط، لو انت جبت مجموع الحاجة الاعلى ممكن تدخل حاجة اقل طبعا. السؤال اللي بعد كده ممكن تعمل لنا الفيديو الجاي عن امتحان القبول وتعمل لنا جدول يظبط الدنيا كده؟ اتمنى يكون الفيديو ده جاوب على السؤال ده. وزي ما انت شايف كده انا نظمت لك الموضوع 3 مستويات على حسب الوقت المتاح ليك. اخر سؤال معانا بيقول التقديم بيكون من سنة اولى اعدادي ولا اولى ثانوي ولا امتى، وفين المدارس، وبتقبل من كام؟ ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنجاوب على الاسئلة دي واكتر كمان يوم السبت ان شاء الله الساعة 8. وبس كده انا خلصت. لو شايف الفيديو ده مفيد يا ريت تعمل له شير مع اصحابك، وما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتستنى الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وبس كده